اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم. هيكون ضيفة حلقتنا اليوم الطفله المخترعه فرحه طارق. ابقوا معنا. إذاعة، التلفزيون، العلاقات العامة، الصحافة، الإعلام الإلكتروني يجتمعون فيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع المخترعه الصغيره فرحه طارق. ازيك يا فرحه؟ الحمد لله. عامله ايه واخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. منوره قناه الملتقى العربي وبرنامج شارع النجوم. ميرسي شكرا. بالنسبه لفرحه، انت حاجه كده ما شاء الله عليكي، نمسك الخشب. بجد اكتشفت موهبتك امتى؟ كنت في رابعه ابتدائي، كان عندنا في المدرسه يعني بيجيبوا رحلات وكده. رحنا رحله للمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، عملوا لنا هناك اختبارات ذكاء. فلقينا يعني بعد كده خدوا ارقامنا وتليفوناتنا وكده، واتصلوا بينا تاني يوم قالوا ان انا يعني كنت اختبار الذكاء بتاعي يعني كان نسبه عاليه، النسبه بتاعته كانت عاليه. فبدات اروح وبدات اتعلم فيه وبدات اخترع حاجات ويجيلي افكار واعمل اختراعات وتجارب كتير. كويس ما شاء الله عليك. مين اللي شجعك بقى ان انت تبداي؟ اولا اللي شجعني مامتي، امي واب بالنسبه لي بابا متوفي. وطبعا في المدرسه وكده يعني المدرسين بتوعي اللي هم يعني ان انا بالنسبه لهم مشرفاهم في المدرسه وكده. انت فعلا تشرفي. طب اول بحث بقى عملتيه كان عن ايه؟ الاول كنت بعمل ابحاث علميه عن العلماء العرب زي غياث الدين الكاشي وفيثاغورس والكندي وناس كتير علماء كتير. وانت لحقت تقري الحاجات ديت اصلا؟ يعني لحقت مثلا تدرسي او تقري مثلا الناس الجميله ديت او الناس المخترعين دول حاجه عشان تكلمها او تعمل بحث عنهم، ولا كنت بتجيب البحث مثلا من على النت وخلاص؟ لا كنت بجيبهم وبقرا عنهم الاول. بعد كده اروح اقدمهم للمستر كريديس، ابقى بس واخده فكره عنهم الاول افهمهم ازاي. قصدك ان انت بتاخدي مثلا بتاخدي مثلا ايه، بتقري من فيثاغورس، ببدا اخد اعمل ايه بعض النقاط عنه واحفظها وادرسها وهكذا، صح كده؟ ولما يجي يسالوك يبقى انت مطلع قبل كده وعندك المعلومات اللي انت تقدر ترد عليهم او الاجابات اللي انت تقدر تتكلم فيها، صح؟ طب اول اختراع بقى اخترعتيه كان ايه؟ كان الفرن الشمسي. واللي هو كان يعني بيعبر يعني ده بنستعمله في الطاقه النظيفه، يعني ده بنستعمله في الطاقه الشمسيه. تمام. فما فيش اي طاقه ملوثه، يعني كانت طاقه نظيفه جدا. هو كان طريقه عمله ان احنا يعني كنا بنجيب كده كرتونه كبيره نغلفها بورق فويل، بس تبقى معموله كده يعني منعكس عشان ينعكس عليها اشعه الشمس. تمام. والارض تحت تبقى سوداء، يعني دهنها اسود او لزقه سوداء، ونحط مثلا اي حاجه عايزينها تستوي في الشمس، يعني بحاجه يعني تبقى بطاقه شمسيه اي حاجه، ونغطيها بس بورق بلاستيك عشان اتربه وكده. وبعد كده بتستوي تلقائيا بالطاقه الشمسيه. ورق الفول ده قصدك ان هو بيعمل عكس على ايوه انعكاس، بدأ يعني لو في مرايات تمام ورق فويل عشان بيعكس الضوء عليها، فبينزل تحت في الطبقه السوداء دي اللي احنا عاملينها تحت، فبيمتص الضوء يعني الاساس، يعني هو كده حتى اللون الاسود كده بيمتص الاشعه. بيمتص الاشعه الشمسيه، فبيسخن الحاجه ويخليها تستوي. تمام. طب بالنسبه للفلتر بقى اللي انت اخترعتيه، برضه اخترعتيه ازاي؟ ده اولا جبت ازازه، يعني قطعتها من فوق، فتحتها من فوق نص فتحه بس تبقى مقلوبه. فتحتها نص فتحه، حطيت الاول طبقه قطن، بعد كده طبقه زلط وطبقه فحم. طبعا الميه كل ما تعدي على مرحله يعني كل ماده هتاخد من الميه حاجه، تمام، لحد ما توصل لمرحله القطن وتصفي بقى كل حاجه والميه تنزل لميه طبيعيه عاديه. يعني القطن ده اخر حاجه ينقي بقى كل حاجه. الاتربه والشوائب اي حاجه يعني عدت من المرحلتين الاولين، القطن ده ينقاها خالص. يعني احنا كده ممكن نعمل فلاتر عاديه في البيت بدل ما نستخدم. ايوه طريقه سهله جدا ومبسطه. بس توعديني كده يبقى لنا كده فلتر عندك ان شاء الله. عملت ايه غير الفلتر؟ عملت الترمس،
اللي هو ترموسترية وكده، بس عملته بطريقة مبسطة، يعني ما فيهوش أي طاقة تانية، ما فيهوش أي طاقة. يعني هو يعني الحاجة جبت برطمان أو أو مثلا حاجة كبيرة، حطيت فيها شريط خشب أو قطن، أي حاجة عازلة للحرارة. تمام. وبعد كده نحط الحاجة بقى اللي احنا عايزين نحفظها من إن هي تبرد وكده، نحطها جواها ونقفلها برضو بطبقة القطن والحاجات دي. تمام. بس توعدنا المرة الجاية إن شاء الله تجيب لنا نماذج من الحاجات دي عشان نشرح للناس أو المشاهدين بتوعنا النماذج دي بتتعمل إزاي على الأرض الواقع، عشان يقدروا يستفيدوا من الموضوع أكبر استفادة. تمام؟ بالنسبة للفرحة بقى، طموحاتك إيه؟ طموحاتي إن أنا عايزة أكون عالمة وحاجة تشرف البلد، يعني تشرف مصر. تمام. ومين اللي ادالك المشاح الجميل اللي بتأسس نفسها؟ ماما عملتولي تكريم ليا إن أنا طلعت الطالبة المثالية على مستوى المدرسة وعلى مستوى إدارة مصر القديمة وهي مديرية. ما شاء الله. يعني كده كنت طالعة الأولى في سنة كام؟ كنت في 6. في 6 طالعة الأولى. ما شاء الله. ربنا يا رب يحفظك يا رب. تتمني إيه للمخترعين بقى في مصر؟ أتمنى لهم إن هم يبقوا ليهم مكان يقدروا يتعلموا فيه، يوسعوا مجالاتهم، يعني الأفكار بتاعتهم تبقى موضحة للناس ومفهومة. قصدك إن أنت بتقولي للدولة أو المسؤولين نظرة، أي إن هم يعني يبقى ليهم دعم شوية للمخترعين دول. لأن المخترع ممكن يوصل الدولة لمرحلة، يعني مثلا الدكتور أحمد زويل وناس كتير جدا مصريين ما بيلاقوش مثلا دعم شوية فبيخرجوا وبعد كده بيرجعوا مصر، فالموضوع نفسه بيكون صعب. يعني لو جالك الموضوع مثلا خارج مصر ولا حاجة، هتروح تسيب مصر ولا لا تقول لا أنا متمسكة بمصر يبقى كل أفكار لمصر؟ ممكن أروح أخد فكرة بتاعتهم وأرجع تاني على مصر أطور الفكرة دي في مصر. كويس. يعني قصدك إن أنت هتروحي تضحك عليهم وترجعي؟ أيوة، يعني أخد الفكرة بتاعتهم وأدرس هناك وأرجع أطورها في مصر ويعني أوصلها لمصر بأسلوب بسيط. قصدك إن أنت هتفيدي البلد بطريقتك يعني. ربنا يا رب ييسر لك يا رب كل حاجة وتتمنيها. دخلت مسابقات قبل كده ولا ما دخلتيش؟ لا، دخلت قبل كده، دخلت مسابقة المخترع الصغير ومسابقة الطالبة المثالية ومسابقات تبع المدرسة اللي هي اتحاد الطلبة. تمام. كنا بنخلي المدرسة يعني عالية وكده، وأوائل الطلبة برضه، مسابقات أوائل الطلبة. إيه بقى، وحصلت على تكريمات ولا إيه؟ طب نشوف بعض التكريمات. ماشي. كلميني بقى عن أهم تكريم أنت حصلت عليه. أهم تكريم أهم تكريم بالنسبة لي زي ما انتم شايفين. تمام. ده كان فرحته بالنسبة لك؟ لا، إن أنا ده حسسني إن أنا عملت فعلا حاجة، يعني ساعتها كنت عملت إنذار مطر، اختراع إنذار مطر. تمام. ده يعني اللي هو يعني بنوصل طاقة، بنعمل طاقة كهربائية من خلال المية. تمام. يعني بينبه الناس إن في مية مطر نازلة، فينبههم يعني في مكان عالي، بينبههم إن في مطر نازلة، فمثلا يلحقوا مثلا عشان لو هيعملوا حاجة كده تفيد الأراضي الزراعية. إيه تاني بقى؟ أنا شايف ما شاء الله يعني تكريمات كتير قوي يعني. إيه تاني ممكن حاجة تانية غير ده؟ حاجة حسيت إن أنت مبسوطة لما خدتيها؟ الطالبة المثالية برضه، الشهادة بتاعت التكريم بتاع الطالبة المثالية. تمام. ودي التكريم التاني. ما شاء الله عليك يا فرحة بصراحة يعني. أنت يعني حاجة تشرف. وفي حاجة تانية دي إيه؟ ده كتاب في صحبة العلماء. ده كتاب كان بيفيدني جدا في الدراسة، اللي مديهولي مستر أستاذ عصام، كان هو مدير المركز الاستكشافي، فاداهولي عشان استفيد منه معلومات عن العلماء العرب. يعني عندنا ما شاء الله برضه في ناس بتبقى مسؤولة بتشجعك يعني في مسؤولين بيشجعوك فعلا برغم ان سنك صغير. طب لو حبينا بقى نقدم رسالة شكر للناس اللي بتشجعك دي، تقدم رسالة شكر لمين؟
اولا مامتي ان هي وقفت جنبي في حاجات كتيره جدا، تمام. يعني كانت ماشيه معايا خطوه خطوه كل حاجه. واحب اذكر المدرسين بتوعي، تمام. يعني مستر طارق حجازي هو اللي حفز عندي ان انا ابقى مهتمه بالعلماء، والدكتور عصام طبعا ان هو يعني برضه هو اللي اكد ان انا يعني لازم اعرف حاجه عن العلماء، لازم اطور من علاقتي في تفكيري مع العلماء. تمام. قصدك ان انت يعني تكملي يعني اه شوفي انتهوا لحد فين وابدا اتواصل بعد كده، صح كده ولا انا اللي فاهم؟ لا صح. صح كده؟ يعني نبدا من حيث انتهى الاخرون، صح؟ يعني اشوف العلماء يعني كانوا بيبداوا ازاي، كانوا يعني بدايتهم كانت عامله ازاي، يعني وعملوا ايه، واحنا المفروض نعمل ده كده نطبقه عندنا احنا ازاي. انت كده هياخد منك مجهود جدا كتير، خلي بالك، بس ربنا يوفقك. انا شايف في نشاط وفي حيويه ما شاء الله، وسنك صغنون كده، وان شاء الله ربنا بيحقق لك كل طموحاتك باذن الله. رسالة بقى لو حبيتي تقدمي بقى رسالة في حب مصر، تقولي ايه لمصر؟ اقول ان ربنا يحفظها من كل العدوان ده، وان ان شاء الله مصر هتبقى في حاجه اعلى من كده في الايام الجايه ان شاء الله. وتحيا مصر. تحيا مصر. انا سعيد بيكي وفخور بيكي ان انت برغم سنك الصغنن ولكن بتفكري. طب لو حبيت بقى تقدمي رساله بقى للمخترعين الصغننين، الناس اللي هي بتكسر مقاديفهم دول، تقولي لهم ايه؟ المفروض ان يعني الاحباط ده يعني يزودكم، مش ينزل منكم، يعني الكلام الوحش، يعني ان حد بيقول لك لا انت فاشل، لا انت مش بتفهم، لا المفروض ده يزودني، يعني انا ما يقاسش. يديلك دفع. ايوه. الدفع للنجاح. انا ما يقاسش من الكلام ده. طب انا اخلي نفسي احسن. تمام. بمجهودي وبتفكيري اخلي نفسي احسن. دي رساله تقدميها للناس الموهوبين الصغيرين. طب تقدري تقولي بقى، تحكي لنا قبل ما نختم حلقتنا عن موقف بقى تعرضت ليه ما تقدريش تنسيه؟ زي ايه؟ اي موقف كده حسيتي ان هو حد حب يحبطك وانت تفوقت عليه. يعني مثلا يعني كان في ناس قبل كده يعني بيحبطوا ماما يقولوا لها لا انت جايبه بنات، البنات دول ما ينفعوش في حاجه، ما بيعملوش حاجه مهمه. ساعتها انا يعني اتعصبت ساعتها وقلت لها لا يا ماما احنا هنشرفك وهنبقى حاجه كويسه جدا وهنشرفك وهنبين لكل الناس دول ان البنات ليهم اهميه كبيره في الوطن ده وفي العالم ده، طبعا البنات تقدر تعمل اي حاجه. طبعا البنت مش يعني مثلا مش نص المجتمع، لا ده هي يعتبر هي الام وهي الاخت وهي الصديقه وهي الزوجه. طبعا اللي يقول ده وبعدين البنت او الولد ده رزق من عند ربنا، صح ولا لا؟ صح. في اي حاجه عايزه تقوليها قبل ما نختم؟ قبل ما اختم عايزه اشكر معلش نسيت المدرسين اللي هم معايا برضو في ابتدائي، مس مريم. تمام. دي كانت بتديني انجلش برضه، هي كانت واقفه جنبي وكنت كل ما اخد شهاده اروح وبرحها بيها وتقول لي دي هتبقى حاجه كويسه. ومديرات المدرسه، مديره المدرسه بتاعتي برضه. دي رساله طبعا يعني المفروض دي بنوجهها لكل الاساتذه والمدرسين، ان انت كمدرس لو حفزت الطالب من صغره اكيد بتساعده في النجاح، بتكون اول شراره في النجاح، اول درجه للسلمه بالنسبه للطالب المجتهد او اللي عنده فكر. انت كمدرس او مدرسه من سن الابتدائي اعرف ان انت رقم واحد بالنسبه له، ممكن تطلعه وممكن تحبطه ما تخلوش يعرف اي حاجه خالص بعد كده، صح كده ولا لا؟ صح. في اي حاجه عايزه تقولها تاني؟ لا شكرا. ناوي على ايه بعد كده؟ اخر اعمالك بعد كده ايه؟ انا دلوقتي مشتركه في مسابقه انتاج ايسف. تمام. وان شاء الله هشرف مدرستي وهشرف المحافظه بتاعتي وهشرف مامتي. ربنا يوفقك يا رب. طبعا في نهايه حلقتنا بشكر المخترعه الصغيره فرحه طارق، وانتظرونا في حلقات قادمه. تصبحوا على خير.